السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة من قناة مطبخ نادية، ونتمنى إن شاء الله نلقاكم دايما مهنيين وبصحة جيدة يا رب العالمين. اليوم جبت لكم تحلية بذوق البرتقال، تجي منعشة واقتصادية بدون فلان بدون بيض ولا شونتيي، سهلة وسريعة التحضير. بما أنه مازال وقت البرتقال قلت ندير معاكم هذه التحلية. قبل ما نبداو الوصفه ديالنا نصلوا كامل على حبيبنا المصطفى عليه الصلاه والسلام، ونروحوا نتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. قولوا بسم الله الرحمن الرحيم. نبداو هنا بالكريمه الاولى ولا الطبقه الاولى. نديروا هنا كاس تاع الحليب، وهذا الكاس الثاني، ونزيدوا الكاس الثالث والكاس الرابع. هنا درت 4 كيسان حليب. في هذه المرحله نزيدوا السكر، درت مغرفه الاولى الثانيه وهذه الثالثه، ونزيدوا المغرفه الرابعه تاع السكر. الحلاوه راح تجينا معتدله. ونزيدوا هنا المايزينا، 4 مغارف تاع المايزينا. هنا في كل كاس تاع الحليب نديروا مغرفه سكر ومغرفه مايزينا. هنا حكمت حباتينا وسكرفشتها باش نزيدوا لها الذوق تاع البرتقال في هذه الكريمه ولا الطبقه الاولى، ونزيدوا لها مغرفه تاع لافاني. هنا المقطع راح لي كما شفتوا، خلطها مليح بالفوي حتى ذابت هذيك المايزينا والسكر، وحطيتها فوق النار حتى تتقال معنا. في هذه المرحله نروحوا نوجدوا العصير تاع البرتقال اللي راح نغطسوا فيه لي بودوار. هنا حكمت حباتينا اللي سكرفشتها الاولى عصرتها، وزدت حباتينا الثانيه. شفت انه ما كفانيش بزاف العصير، زدت الحبيبه الثانيه. فوالا درتها هنايا في ان بول هكذا. ونروحوا نوجدوا لي فيغين تاعنا. انا لي فيغين تاوعي شويه كبار، سي بور سا درت 4 كيسان تاع الحليب. دونك الا كانوا صغار ديروا 3 كيسان برك تاع الحليب. هنا حكمت لي بودوا شمختهم في هاد العصير تاع البرتقال. هنا ماشي شرط ديروه في العصير، تقدروا تغطسوهم في الحليب برك. وهنا العصير تاع البرتقال ما تزيدوا له والو، يقعد لكم هكذاك الحلاوه تاعو. اذا حبيتوه شويه حلو تقدروا تزيدوا له مغرفه تاع السكر. لي بودوا حلوين والتينه حلوه، دونك سي با لا بين تزيدوا السكر. دونك هنايا كيما شفتوا درت الطبقه الاولى تاع لي بودوار اللي شمختهم في العصير تاع البرتقال. وهنا بعد ما عقدت لي هذيك الكريمه فرغتها هنايا في هاد لي فيغين. ولا كيما راكم تشاهدوا هنا قعدت لي شويه. كيما قلت لكم درت 4 كيسان تاع الحليب، زدت هنايا دي فيغين شويه صغيورين، وعمرت كملت فرغت هذيك الكريمه وحطيتها تبرد في الفريجيدير. هنا نروحوا نوجدوا الطبقه الثانيه اللي هي طبقه تاع عصير البرتقال ولا كريمه البرتقال. كما شفتوا هنا عصرت 5 حبات تاع التينه، وانتم كل وحده وشحال يعني تخرج لها الحبه تاع البرتقال ولا الحبه تاع التينه. المهم ديروا 2 كيسان. بون في الاول درت 2 كيسان، ولكن انا كي زدت هذوك لي فيغين هاد 2 كيسان تاع التشينا ولا البرتقال ما كفاونيش، دونك زدت الكاس الثالث. المهم نعطيكم يعني المقادير المضبوطه. كي ديروا 2 كيسان تاع عصير البرتقال ديروا هكذا في الكاسرونه، وكما قلت لكم كل كاس تاع حليب ولا تاع عصير ديروا له مغرفه تاع سكر ومغرفه تاع المايزينا. دونك هنايا في 2 كيسان درت 2 مغارف تاع السكر و2 مغارف تاع المايزينا. واذا زدتوا الكاس الثالث زيدوا تكملوا بكاس عفوا مغرفه تاع المايزينا ومغرفه تاع السكر. هنا بعد ما عقدت لي هذيك الكريمه تاع البرتقال نكمل نفرغها هكذا في لي فيغين ديالي. فوالا كيما راكم تشاهدوا كملت انايا لي فيغين هادو اللي زدتهم زياده. دونك انا زدت الكاس الثالث يعني باش تفهموني مليح. وهنا الشكل النهائي تاع هاد الكؤوس ولا هاد التحليه تاع البرتقال المنعشه اللي شبحتها، يعني هكذا درت لها شرائح تاع البرتقال وشويه لي بيبيت تاع الشوكولا باش يعطونا هذيك القرمشه. وكل وحده وتزين التحليه تاعها باللي يساعدها وباللي يكون عندها موجود في البيت كيما حبيتوا. ان شاء الله تعجبكم هذه التحليه وتجربوها لانها بزاف بنينه ومنعشه
وتجي خفيفه خفيفه وتبرد على الخاطر. كما راكم تشوفوا راني نوري لكم القوام تاع هاد التحليه، ولكن هنايا ما خليتهاش بردت بزاف، نتوما خلوها تبرد باش تحكم روحها، ولكن بزاف بزاف بنينه. جربوها يا البنات، وما تنساوش الجيم والاشتراك في القناه، واللي اول مره تشترك في قناتي وما تنساش تفعلي الجرس ليصلك كل ما هو جديد. ما بقى لي غنقولكم شكرا على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.